الكاف لم ولن يمنح الكارت الذهبي بدوري الابطال لاي فريق في القاره السمراء حتى وان كان النادي الاهلي. كلام في الكوره وحلقه جديده، لايك وشير. اهلا بيكم. في الكاف مفيش حاجه اسمها الكارت الذهبي، مفيش استثناءات. الكارت الذهبي ده من اختراع محمد اللي بيدير الكوره عندنا في مصر، لما حبت تعمل دوري السوبر المصري للابطال عشان تضم حبايبها. يعني بطل الدوري، بطل الكاس، بطل الرابطه، مين الحبايب؟ الرابع يا بيراميدز يا الزمالك، وهحكي لكم ليه. يعني السنه اللي قبل اللي فاتت كان الاهلي بطل الدوري، بيراميدز بطل الكاس، سيراميكا بطل الرابطه، مفيش زمالك. تم استحداث مسمى الكارت الذهبي عشان يمنح الزمالك مشاركه بكاس السوبر المصري للابطال. مالناش دعوه، مالناش دعوه. الموسم اللي بعده اللي هو الموسم اللي فات برضه كان الاهلي بطل للدوري، المره دي الزمالك بطل للكاس، سيراميكا بطل للرابطه، مفيش بيراميدز. وعشان المستثمر ما يزعلش خد الكارت الذهبي. مالناش دعوه، مالناش دعوه. طب ده ليه بيحصل عندنا في مصر؟ هقول لحضرتك. عشان ام حنبله عايزه كده. مش هم عندها لا اللوائح ولا القوانين، المهم البرادس، واخدين بالكم؟ البرادس. لكن الكاف لا يعترف بمسمى الكارت الذهبي ولا الاستثناءات، فقط اللوائح تطبق وتحكم دوري الابطال. ودوري الابطال الموسم اللي جاي على قديمه. يعني حتى هذه اللحظه الاهلي بقوائم الكونفدراليه الى ان يقر الكاف بطوله السوبر ليج المتفق عليها بدايه من الموسم القادم. وحينها من حق الاهلي الاختيار باي بطوله سيشارك، كونفدراليه ولا سوبر ليج، والاجابه واضحه وضوح الشمس. علاوه على ان السوبر ليج بيؤهل لكاس العالم للانديه على غرار دوري الابطال. في الكاف مفيش استثناءات، مفيش مجاملات، في لوائح. مجامله عند محمد وبس، مش كده ولا ايه؟ حياتي مكلم في الكوره. قولوا لنا رايكم في التعليقات، استنوني هاجي لكم.